هارد لك لكل زملكاوي. البطوله دي كانت بطوله هتبقى غاليه علينا قوي، لان هي وراها حدوته كبيره جدا، قصه كفاح ومعاناه ومعجزات، وانك اصلا توصل للمرحله دي فدي لوحدها معجزه. قصاد فريق بصراحه يعني في الجزائر ما كانش قد كده خالص، جه هنا عمل ماتش عالمي بصراحه، يعني عمل ماتش كويس جدا، ضربات جزاء كانت عالميه بصراحه من الفرقتين. بس هي هارد لك يعني خلاص، هي مش عايزاك، هي راحت. بس في كام رساله كده لازم نوصلها. اول حاجه تشجيع الزمالك للرجاله. تمام، سيبك بقى من اللي هيطلع يزيد دلوقتي، اللي هو اصلا طالع عين اهله اصلا وتالت ورايح في داهيه، وهيطلع لك بقى مش عارف مين وفلان يعمل لك مش عارف ايه اكشن وبتاع. روح شوف خيبتك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، انت معاك مليارات. تشجيع الزمالك زي ما قلنا للرجاله بس، يعني الرجاله بس اللي بتشجع الزمالك، لكن انت لو فرفور وكده وبتخاف ما تشجعش الزمالك. تمام، لان الزمالك حياه ده اللي هو طالع نازل الدنيا بتكون معاه مش احسن حاجه، بيرجع تاني قوي في المعاناه اللي هو فيها قصاد منظومه كامله اتحاد كوره باعلام. مفيش الزمالك ما اتقالش عليه كلمتين في الاعلام اللي هو وصل نهائي، يعني بالتيم اللي معاه بالمشاكل اللي معاه بالدنيا اللي معاه. فانت زملكاوي يا باشا جامد، فسيبك منهم دول، عشان دول ايه بيحبوا ايه ينخوروا، هم اصلا البيت بتاعهم مش منخور مش نافع. فمالكش دعوه بيه، سيبه طلعه من دماغك خالص. ماتش راح عدى، كلنا زعلنا، انا زعلت، انت زعلت، كل الناس زعلت على البطوله دي. البطوله دي كانت هتبقى غاليه زي ما قلت لك، عشان كان وراها حدوته كبيره جدا. فتشجيع الزمالك للرجاله. تمام، نخش بقى على اهم نقطه حابب اتكلم فيها. جمهور نادي الزمالك اللي ما فيش زيه في العالم كله. عشان بس تبقى عارف بس كده، انت جمهور صفوه، مفيش زيك في العالم كله. اللي عمله الجمهور من اول البطوله، سواء بطوله الدوري او بطوله الكونفدراليه، اعجاز. مفيش جمهور بيعمل كده، مفيش جمهور فريقه خسران بيشجع فريقه. العب الماتش الجاي هتكسب، العب هتكون احسن، العب جمهور فاهم. تمام، دخلات عالميه. تمام، فاحنا ما ننساقش ورا وجع القلب اللي هنقابله الفتره اللي جايه واليومين اللي جايين دول بقى، من اعلام والزمالك وانهيار وتغيير مجلس اداره وتغيير مش عارف مين وتغيير جهاز فني وتغيير مش عارف مين. هتخش في درويله ما بعدها درويله. تمام، ركز مع فريقك زي ما احنا عندنا بطوله تانية، بطوله الدوري اللي هتجيب لهم جلطه. هو قاعد بيتفرج عليك بيدعي بيقول يا رب تخسر، هو عاوز يفوق على حسابك، على حساب خسارتك، فدي لوحدها بطوله. لما انت تبقى عندك مليارات، وانا العبد لله الغلبان اللي عندي 17 ايقاف قيد، وصلت نهائي وانت رايح في داهيه وخلاص فاضل لي ماتش وخلاص وهاخد الدوري ان شاء الله، بامر الله هناخد الدوري، فاضل لنا بطوله نركز مع البطوله دي، عشان البطوله دي بامر الله اللي هتجيب اجله. فسيبك منه خالص كانك مش سامعه، عشان هيخش ينخور ويقول لك فلان وعلان وترتان وحصل وما حصلش، وهيخش بقى نتكلم في حاجات كتير جدا. فجمهورنا جمهور واعي، جمهور فاهم، هنركز مع فريقنا عشان نشوف البطوله اللي جايه. عندنا بطوله جايه، هو ما عندوش حاجه، هو عنده امام بيديله وبيطرقع له ومروقه. فابعدوا عننا خالص، انت عندكم مشاكلكم خليكم في حالكم، الله يبارك لكم. انت عندك امام فاضل شويه وبيدوس على الوش ما بيهزرش، هتعمل كذا بيعمل كذا. امام ده بصراحه الصفقه المفرحه بالنسبه لي اللي هو راح لكم، لان هو معلم عليكم جامد قوي. يعني امام ده وجع، انا بفرح بصراحه هو بيعمل فيكم كده، الراجل فاهم. يعني بصراحه انا حاسس ان هو رايح جاسوس من عندنا. فخليك في حالك، الله يبارك لك. جمهورنا احنا ورا نادي الزمالك، هنكمل لحد البطوله. هو صفري، هو ما عندوش بطولات، انا عندي ان شاء الله الدوري اللي هاخده. تعبت في افريقيا وما حصلش نصيب، الحمد لله رب العالمين. ضربات الجزاء انصفتني في السوبر الافريقي، وجعتك دي ها؟ وانصفتني في كذا حاجه عادي جدا. ضربات جزاء كنت ممكن تخلص في الماتش، كنت ممكن تخلص في الماتش، وكنت ممكن تخلص في الماتش، عشان برضه نتكلم بما يرضي الله. احنا كنا بنلعب فريق قوي هنا، معرفش هناك كانت الدنيا ما كانتش احسن حاجه، بس جه هنا فريق لا تعب. عشان برضه نتكلم، احنا زملكاويه فهمانين، مش بنجعجع وخلاص، لا احنا لا، الفريق ده تعب وخد البطوله. فهارد لك لكل زملكاوي. وبصراحه الفريق الجزائري لعب باحترام وخد البطوله فخلصت. تمام، نقفل الصفحه دي، نخش على اللي بعد منها. تمام، نخش بقى عشان الناس ايه الفتره الجايه هتهاجم مين؟ معتمد جمال. ايه يا معتمد، ما نزلتش مش عارف مين ليه، ما نزلتش فلان ليه، ما نزلتش علان ليه؟ يعني انت حط كده تشكيل، هات تشكيل كده انت حطه وقول لي هتلعب بمين. ها، حطيت التشكيل قول لي كده، هات يعني لعيبه الزمالك كلها اللي في دماغك كلها كده، هاتها اللي لعبت دلوقتي وحط انت تشكيل. سمعني كده، اكتب لي في الكومنتات ولا كان المفروض يلعب بكذا. مفيش، هو هيعمل ايه يا جماعه؟ انت جاي يعني بيت مش مهدود، بيت يعني ما في من كل حته مخرب. طب يا عم صفقات مفيش، طب يا عم هجيب لعيبه مفيش، طب يا عم شاف مفيش. فكابتن معتمد جمال يشكر، ما حدش يهاجمه يا جماعه، سواء هيكمل او مش هيكمل.
انا دلوقتي اديت للراجل ده حاجه يعني قد كده، عملها لي قد كده، يعني اديت له خامه وماشي، قلت له خد يا باشا اتفضل دول، انا عايزك توصل يعني افريقيا. خلينا نتكلم بكل صراحه، احنا بدايه الموسم كان التارجت نوصل افريقيا، بالتيم اللي معانا لحد السنه الجايه، ما نظبط وايقاف ونعمل ونخلي ونسوي وحاجات كتير ايه جدا يعني. فاحنا ما كانش الطموح اللي احنا نوصل للمرحله دي، فاحنا وصلنا لها فالحمد لله. تمام، فما حدش هاجم معتمد جبانه، بس كان المفروض يلعب باثنين سترايكر ويطلع اثنين بالعمق واثنين من جوه واثنين فول، واحد فلافل وواحد كبده. فما ما نزيدوش بقى في الاعلام، طبعا هيطلع بقى يا نهار اسود. في القهوه هنطلع بقى نظبط الدنيا في القهوه والكافيه وبتاع، وبصراحه يعني برامج غريبه ما حدش يعني بيشوفها قبل كده. يعني البرامج بقت قهاوي ما بقتش برامج، يعني انا ما شفتش برنامج قهوه يعني في حياتي، انا عارف القهوه بس ما اعرفش القهوه. عشان برضو بما يرضي الله الواحد يتكلم، يعني الفتره الجايه دي معتمد جمال هيتسلخ ليه؟ لان فاضل له ماتش. برضو ركز معايا شويه، الاعلام الاهلاوي هيسلخه الماتش الجاي، لازم اوقعه بقى خلاص بقى، وانا خدت البطوله بقى بص بقى الزمالك عمل ايه. نهدى بالعقل، واحده واحده، معتمد جمال هيتهاجم، انا كزملكاوي اعمل ايه؟ ما كملش. ما اعمل ايه؟ ما كملش، انا معاك، واحده واحده، صلي على النبي كده. التشكيل اللي جاي هو التشكيل اللي هيلعب، انت ما عندكش يا جدعان، لا يا جماعه بجد والله العظيم، عشان انا يعني بشوف ناس كده بتحط تشكيلات، طب انت ما انا مش فاهم، طب انت عايز ايه؟ طب هو الراجل ما عندوش غير باك شمال فتوح لعب ايشو باك شمال، هيعمل ايه تاني؟ انا عاوز اعرف هو الراجل هيعمل ايه تاني؟ ايه اللي عنده تاني يا عم؟ يا عم هو كان عنده مثلا لعيبه ومخزنها هيلعب بيها ماتش تاني يعني هو مثلا كان مريح لعيبه؟ لا، ده الراجل بادئ مدينا 2 جون، قلنا الدنيا هتسلك، الدنيا اتعقدت شويه فخلاص، فالدنيا خلصت. فخلاص يا جماعه، عشان بس اول واحد هيتحط عليه معتمد جمال، مين التاني بقى؟ جون ادوارد. ايه اللعيبه اللي انت جايبها دي؟ ايه الفلوس اللي هو خدها؟ جميل، يعني انت تمام ماشي، طب انت عايز ايه؟ عايز لعيبه يا عم من العين دي قبل العين دي، ماشي جميل، هات فلوس، اديني فلوس اجيب لعيبه، ما انا مش هجيب اللعيبه واقبضها من جيبي. وهنتكلم برضو على كذا حاجه ورا بعض، بس خش على جون ادوارد، عشان جون ادوارد الفتره الجايه دي هيتروق. انت ازاي تجيب مش عارف مدير كوره ده ما عندوش خبره، ده مش عارف ايه، هيتسلخ ليه؟ عشان يوقعك الماتش الجاي. اصحوا يا جماعه بالله عليكم، ونصحى شويه ونركز، عشان الفتره الجايه دي فتره الضغط الاعلامي علينا في بطوله، بكره وبعده الدنيا هتتنسى. تمام، لكن هم بقى هيفضلوا فاكرينها لك، ومعاك بقى لحد ايه؟ لحد اما يجيب اجلك في الماتش الجاي بتاع سيراميكا. فانت عندك ماتش جاي مهم جدا، دافع عن فريقك، ودافع عن معتمد جمال، ودافع عن جون اودر، الموسم يخلص بعد كده نتحاسب. لسه عندنا بطوله يا زمالك، نركز شويه، لسه عندنا بطوله، لسه الدنيا ما خلاص ما خربتش، مش خلاص بقى احنا مش عارف ايه خامس وسادس دوري وما وصلناش حاجه، عادي بطوله وراحت الله يسهل لك. تمام، مش هتفرق، فنهدى شويه، نصلي على النبي، ونشوف التاني جون اودوار، احنا هندافع عنه برضو لحد ما الموسم بتاعنا يخلص، ونشوف يا جماعه بقى نرتب البيت بتاعنا ازاي. البيت بقى مين بقى؟ الاداره، مجلس اداره نادي الزمالك. لما جه جون ادوار قالوا له انت هتاخد كذا وهتعمل كذا وكذا 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 وكذا، وده اللي متاح معانا، والراجل جاب لعيبه على الاساس ده، تمام، واتعمل له حوالي بتاع 7 او 8 صفقات ايقاف قيد، اتعمل لهم عوض يعني ايقاف قيد باللعيبه اللي جابها. طب هو يعني جون ادوار مثلا راح جاب اللعيبه دي مثلا ما يعرفش؟ لا، هو عارف ان في فلوس، بس عارف ان في فلوس كده، لما على ارض الواقع بقوا كده. تمام، فانت كان عندك 16 ايقاف قيد، ما كانش عندك لعيبه يعني على المستوى العالي قوي تعتمد عليها ان هي تكمل معاك سيزون كامل بطوله، يعني هنتكلم برضو بكل صراحه، يعني احنا بنشوف الاداء الفني، الناس خلاص ريحت الدنيا مثلا 70 واللعيبه بتاعت الزمالك اتقتلت ماتت. ما هو يا جماعه موسم كامل هي نفس اللعيبه، هم 14 لعيب ما بيتغيروش، بيجروا كل ماتش، بيقعدوا 90 وبيكملوا، ما لهمش معانا يا باشا على 3 ايام هتلعب ماتش وكل حاجه ما فيش مشكله، سافر تروح ترجع ما فيش مشكله. فانا برضه عاوزين نهدى شويه على معتمد ادوار، مجلس الاداره سيبوه في الاخر بقى ده، عشان هو هنشوفه بس كان القصه اللي حصلت دي مين اللي وراهم، يعني مين اللي عمل كذا ومين اللي عمل كذا ومين اللي وعد الراجل هنجيب لعيبه، و16 ايقاف قيد منهم حوالي بتاع 6 او 7 لعيبه موجوده عندنا، وايقاف القيد ده كان المفروض يتفك قبل كده، ولا مش عارف ايه، ولا القواضي دي قديمه، ولا القواضي بالارقام دي القواضي القديمه قوي، هنعرف كل حاجه، هنعرف كل حاجه، ومع الوقت كل حاجه بتبان، ومع الوقت كل حاجه بتبان. تمام، فمجلس الاداره هاته كده على جنب دلوقتي، عشان مجلس الاداره بالنسبه لي انا مش الهدف الرئيسي، او مش هيهاجم مجلس الاداره عشان تبقى فاهم. الاعلام مش هيخش يهاجم مجلس الاداره، هو هيهاجم معتمد جمال وهيهاجم جون ادوارد، فاحنا نركز شويه ونصلي على النبي. تمام، نخش بقى على ايه؟ على اللعيبه اللي مهدور حقها.
طب يا عم ما النهارده ما بص يا صاحبي، انت راجل فهمان وراجل محترم، لما تدي حد حاجه هو برضو الراجل عمل اللي عليه. تمام، انا امكانياتي كده، فانت هطلع مني اكتر من كده ايه؟ انا امكانياتي كده، الامكانيات بتاعتي بتقول ان انا اقدر اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، ما اقدرش اعمل خمسه سته سبعه تمانيه. تمام، وانت القماشه بتاعتك صغيره حضرتك وبتلعبني كل ماتش 90 دقيقه، فبيجي عليه وقت خلاص اللعيبه برضو هي اتقتلت. تمام، عندك ايه بقى مشاكل مع اللعيبه بقى؟ صلي على النبي ونهدى. عندك ايقاف قيد، مفيش لعيبه تانية بتيجي. تمام، فهم دول اللي موجودين زي ما قلنا. طب اللعيبه بتاخد فلوسها؟ لا يا عم. جزء من مستحقاتها كل كذا 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 سنه مره. طب اللعيبه عندها مشاكل، عندها مشاكل بالكوم. ما بص يا جماعه صلوا على النبي، اللعيب ده بني ادم زي زيك. تمام، يعني عنده عياله في مدارس، عنده مصاريف، وعنده عارف اللي هي مصاريف ضخمه ومش قدنا وكده، بس الراجل خلاص هو الراجل ده مستواه، هو عايش في المستوى بتاعه ده. تمام، فانت لما تجيبه وتوعده يبقى اديله الوعد بتاعه. الراجل راجل. ما انت بص لما برضه بتيجي تشغل واحد عندك هو راجل كفاءه، بس لو مش هتراضيه هيزعلك، هتيجي عليه فتره برضه خلاص انت استنفذت كل الطاقه بتاعته، انت خلصته، انت سحبته قتلته خلاص، هو الراجل مش قادر، حلبته على الدغري كده، الراجل محلوب قدامك. فخلاص اللعيبه بالنسبه لي انا شايف اللعيبه خلاص في اخر ماتش ده خلاص خلاص النفس اتقطع. وما جه نزل مين؟ ما هينزل مين يا جماعه؟ برضه انا بتضايق قوي من الموضوع ده، انا مش فاهم هينزل مين؟ ما هو اللي بره ربيع وقيشو، ما هينزل مين؟ طب هينزل مين؟ فنهدى شويه يا جماعه الجهاز الفني الفتره الجايه، ونهدى شويه على الكام حاجه اللي احنا في دماغنا دول لحد اما السيزون يخلص، لحد اما ناخد الدوري بتاعنا. بطوله وراحت ايه؟ راحت لحالها. تمام، اللي بعد كده ايه بقى؟ ندخل بقى على دعم اساطير نادي الزمالك. بص يا جماعه بجد والله بحس ان في حاجات يعني ما بتوفقش بسبب واحد معين عاوز ياخد لقطه. معلش يعني اعذرني، معلش انا بحبك وانت بتحبني، معلش. بحس كده ان ساعات حاجات بتقف بسبب اللي فلان ده عاوز ياخد اللقطه، واللقطه دي مش من حقه. تمام، في نجوم في الزمالك بيطلعوا برامج وبياخدوا فلوس محترمه. تمام، ما شفتهوش مره واحده طلع دافع عن الزمالك وقال الزمالك يا جماعه بيوصل النهائي، دعم الزمالك، احنا مع الزمالك، احنا ورا الزمالك. جميل. ما شفتهوش مره في قناه نادي الزمالك جاي زياره كده اجيب لهم ايه؟ كيس برتقال، كيس سفندي، كيس مانجا، اي حاجه، وما فيش. ما عملش كده خالص. هو جه بس اخر اللقطه راح جاي لابس التيشيرت وواقف كده مستني عشان ينزل ياخد اللقطه، وما خدش اللقطه والدنيا باظت وخلاص. مين بقى الاساطير بقى اللي شغاله في الظلام؟ واحد شبه عبد الحليم علي. انا يا جماعه بحب عبد الحليم حب بجد جامد، جامد أوي، محترم جدا. الكاميرا جت عليه، هو كان موجود، الكاميرا جت عليه مش هتيجي عليه. ولو خدنا البطوله الكاميرا جت عليه مش هتيجي عليه، عشان الراجل ده بيشتغل يعني بضمير، الراجل ده بيشتغل بقلب كويس، الراجل ده بيشتغل عاوز يعمل لنادي الزمالك. تمام، مش عاوز يعمل لفلان وعلان وترتان وبتاعين الكلام ده، هو عاوز يعمل لنادي الزمالك. فانت تلاقي عبد الحليم علي مش باين، هتلاقي مش عارف مين بان ومين بان ومين بان ومين بان وفلان وعلان وترتان تمام. فاساطير نادي الزمالك في منهم اساطير يعني معلش انا اسف ما تستحقش الكلمه، انا بس اللي دخلتهم جامد او فخمتهم جامد او كبرت الدنيا معاهم قوي فوصلتهم للمرحله دي. بس في اساطير بجد، يعني واحد شبه عبد الحليم علي ده جاله النادي الاهلي وهو بيخلص كوره خالص، جاله النادي الاهلي قال لك لا يا باشا انا خلاص انا شطبت كوره. طب يا عم تعالى خد لك 3 4 سنين ولا حاجه، خد لك كام مليون، الكلام ده بكلمك من الالفينات. قال لك لا يا باشا خلاص ده حاجات موثقه. كان في لعيبه مضت في الاهلي عادي. تمام، فيا ريت نركز شويه، يا ريت نركز شويه في مين بيحبنا ومين اللي مش بيحبنا، يا ريت نركز شويه في مين عاوز ياخد اللقطه ومين بيدعم نادي الزمالك. ده جزئيه اساطير نادي الزمالك. تمام، الاساطير بتوع نادي الزمالك. تمام، احنا عاوزين اللي معانا بس، مش عايزين اللي معانا منظر. ادعمني، ما تجيش كده ايه وكده بس، ادعمني خليك ورايا في ضهري. تمام، خش بقى على الناس بقى اللي تدعم نادي الزمالك ايه يعني ماديا. يعني ما اعرفش بصراحه الزمالك بيدعم ماديا ولا يعني ده ايه وهم اللي احنا شايفينه ده؟ ما هو الزمالك لو بيدعم ماديا برضو معلش برضو انا برضو بسال نفسي السؤال ده، امال المصايب دي عنده من ايه؟ ما انت عليك حوالي بتاع 5 مليون دولار، منهم حوالي بتاع 3 ولا حاجه اللي هو الصفقات اللي انت جبتها جديد. فبرضو يعني واحد بيتكلم بس يقول لك دعم نادي الزمالك، مش عارف مين فلان بيدعم نادي الزمالك، علان بيدعم نادي الزمالك، شاف ترتان بيدعم نادي الزمالك. تمام جميل يا جماعه، فين الدعم؟ فين؟ يعني فين الدعم؟ هو النادي ده ما بيكسبش؟ ما فيش رعاة مثلًا بياخد فلوس من هنا وبتاع بتتراضى يعني؟ ما بياخدش مكافآت يعني؟ يعني مثلًا الماتش ده تاخد فيه 2.000.000 اللعيبة مش تاخد فلوسها مثلًا يعني؟ فأنا عايز أفهم برضه فين دعم رجال أعمال نادي الزمالك؟ فين فلان وعلان وترتان؟ فين اللي عنده وعنده وعنده وعنده؟ فين؟ فين يا جماعة الدعم؟
انت بقى خلاص موجود وخلاص، يعني انت موجود مش عارف فلان. فبعدين احلى حاجه ايه، يجي لك واحد يقول لك شايف فلان مين عندك في مجلس الاداره، اقسم بالله ما بيدفع جنيه، ما بيدفعش والله حضرتك، اقسم انا بتحايل عليه يدفع ما بيدفعش، هو ما بيدفعش والله. طب اعمل ايه؟ طب يعني اطلع من جيب انا يعني، ولا مش فاهم برضه، عايز افهم برضه النقطه دي. فين دعم لنادي الزمالك؟ ولا انت بتجيب حكام وانا مش عارف اصلا الحكام جايين ولا مش جايين في ماتش سيراميكا، عشان برضه ما حدش يعني اكد الموضوع ان هم جايين او مش جايين في ماتش سيراميكا. ففين دعم نادي الزمالك ورجال اعمال نادي الزمالك؟ تمام، عشان برضه دي نقطه برضه ايه الواحد مش فاهمها، فانا محتاج يعني ايه حد يفهمها لي لو سمحت. وفي موضوع كده يعني مضايقني، موضوع تمثيل مصر، تمثيل مصر، تمثيل مصر، تمثيل مصر، مفيش حد بيمثل مصر غير منتخب مصر. هو اسمه نادي الزمالك المصري، ونادي كذا كذا مش عايز اقول اسمه بصراحه، المصري. هو اسمه المصري، لما حتى في مثلا قرعه ولا حاجه بيبان لك كده، يعني بيجيب لك نادي الزمالك المصري وعلم مصر جنب منه، فانا بمثل مصر. فاي انديه بتمثل الدوله بتاعتها، مصر ايا كان. عشان اعلامنا كان الفتره اللي فاتت دي طالع اصل نادي الزمالك بيمثل نفسه مش بيمثل مصر. يا شاب، مين اللي بيمثل نفسه مش بيمثل مصر؟ ازاي يعني؟ انت جبتها منين؟ عملتها ازاي؟ انت عملتها يعني ازاي؟ جالك منين كده يا باشا الزمالك بيمثل نفسه مش بيمثل مصر؟ جبتها منين؟ عملتها ازاي؟ مش عارف، اعلامنا اعلام فظيع، فظيع جدا. خاصة في قناة كده معينة ما ينفعش واحد يقول اسمها بصراحة، قاعد واحد كده عامل كده وعمال يمجد في التاني اللي رايح في داهية وسايبك انت، وطق طق طق الزمالك مش عارف ايه. فلان بيقول له اصل الزمالك 2-1 في برنامج، عمل له كده كده 2-1 كده، يعني هو بيقول له انا اتوقع ايه؟ انا اتوقع مكسب الزمالك 2-1. والله العظيم عمل له يعني هو ايه، عشان بس المنظر في التلفزيون عمل له كده، قال له انت والله العظيم عمل له كده في قناه ما، عمل له كده اللي هو الله ينور عليك، انا مش عايزين ياخدوا البطوله. يا باشا ده كرش من هناك، كرشوه اقسم بالله من هناك لما مشى وراح كرشوه. انا مش عارف برضو انتوا شخصياتكم ايه بصراحه، يعني انتوا بتحبوا كده ولا ايه؟ ما انا مش فاهم برضو، انا مش فاهم تقريبا كده لان طالما امام يبقى طالما اللي امام بيعمله ده متكيفين منه يبقى يبقى في بقى كيف في الموضوع ده، يبقى انت مزاجك بقى اللذه بتاعتك. ما اعرفش كده، انا راجل محترم بتكلم بالاحترام والادب، ما عنديش مشكله في حاجات كتير قوي، انا عندي احترام وادب تمام. انا ما اعرفش انت بتحب الموضوع ده، انا ماليش فيه بصراحه، ماليش، مش عارف اتعامل معاك صدقني، مش بايدي ولا اسمع مني. فالموضوع ده بالنسبه لي مقفول، انا مش هتعامل معاك بالطريقه دي عشان انا اسلوبي اعلى من كده، انت بقى بتحب كده دي حاجه ترجع لك بقى. اخر حاجه بقى يا شباب، تاني وتالت ورابع عندنا ماتش جاي، عندنا بطوله جايه، نركز شويه مع فريقنا. هندعم نادي الزمالك بكله بقى، تمام، لعيبه، مدرب، مجلس، كله دعم. تخلص البطوله بعد كده نتحاسب، تمام، بعد كده نشوف عايزين نعمل ايه. بعد كده نقول عايزين وعايزين، وده كان غلطان وده كان مش عارف خسران وده كان مش عارف ايه، وده لبسنا وده دبسنا وده عمل وده خل. نهدى، خلاص فاضل لك كام يوم، بطوله جايه، انسى ارمي البطوله دي في الزباله، راحت الله يسهل، عادي، ايه المشكله؟ ما بخسر وبكسب، اي كوره مكسب وخساره، عادي، ايه المشكله؟ خسرت البطوله راح هجيب غيرها، وان شاء الله دوري الابطال بامرك يا رب يتهز السنه الجايه، وان شاء الله بامرك يا رب يكون البطوله دي عوض ليك في دوري الابطال الموسم اللي جاي ان شاء الله. وعلى وعد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ندعي بس كلنا، وان شاء الله بامر ربنا هيكرمنا بالبطوله بتاعت دوري الابطال السنه اللي جايه، وهنفتكر، وهجيب الفيديو ده ان شاء الله بامرك يا رب، هجيب الفيديو ده اقول لكم فاكرين يا جماعه البطوله لما خسرناش ربنا يعوضنا بدوري الابطال. فكلنا ورا نادي الزمالك، هارد لك لكل الجماهير، محدش يزعل، روح البيت كده، محدش ينام زعلان، محدش ينام زعلان، محدش ينام زعلان، الله يراضيكم، الله يراضيكم، دي كوره، الله يراضيك، زعلان انزل اتمشى شويه، ما تنامش زعلان، بالله عليك يا عم ما تنام زعلان، تمام، صلي على النبي، اقرا شويه القران، بتزعل كلنا بنزعل وكلنا كنا مشدودين، بس بالله عليك ما تنامش زعلان عشان يعني غلط تحصل لك حاجه، فاهدى شويه على نفسك، تمام. السلام عليكم، وهارد لك لكل واحد زملكاوي.